قرر عزيز بوحدوز اللاعب الدولي المغربي السابق وضع حد لمسيرته الرياضية معلنا قراره اعتزال كرة القدم نهائيا بعد مسيرة دامت حوالي 28 سنة. بعد مسيرة كروية دامت حوالي 28 سنة اختار عزيز بوحدوز اللاعب الدولي المغربي وضع حدا لمسيرته الكروية وقرر اعتزال كرة القدم مبرزا القرار لم يكن سهلا، لكن حان الوقت لتعليق حذائه. وتابع بوحدوز في منشور له في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام: حان الوقت لنقول وداعا وشكرا لكم. كرة القدم وما يرتبط بها كانت ولا تزال شغفي الخالص. أنا فخور جدا بما حققته، أشكر والداي لأنه بدون بركاتهما لم أكن لأحقق كل ما حققته. وأود أيضا أن أشكر زوجتي على وقوفها إلى جانبي دائما بغض النظر عن القرارات التي اتخذتها. وأود اغتنام هذه الفرصة لأشكر جميع المدربين والمديرين والموظفين ومسؤولي وزملائي والمنافسين المشجعين الذين دعموني خلال السنوات الماضية. وارتبط المسار الكروي لعزيز بوحدوز بالدوري الألماني في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، حيث لعب لأندية فرانكفورت فيهين، فيسبادن فيكتوريا كولين، بايرن ليفركوزن 2، سانهاوزن، سانت باولي، دويسبورغ. وسبق له أن خاض تجربة قصيرة في الدوري السعودي مع فريق الباطن. ولعب بوحدوز للمنتخب المغربي 17 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف، وشارك مع النخبة الوطنية في نهائيات كأس إفريقيا 2017 ونهائيات كأس العالم مونديال روسيا 2018.